واخيرا هنعمل الشرح اللي الناس كتير جدا 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 طلبوه مننا، الشرح عن راوتر دي اس ال 245 جي اي. هو الراوتر ده حير ناس كتير فعلا يا شباب، مش عارفين يستخدموا اعدادات الواي فاي، مش عارفين يعملوا تحديد عدد المتصلين، يعني ادخل ده او اخرج ده، او ده لو معاه الباسورد ما يقدرش ياخد نت الا باذن مني. طبعا احنا الراوتر اللي احنا بنتكلم عنه اللي هو الراوتر ده موديل دي اس ال 245 جي اي. طبعا الراوتر ده هنخليكم ان شاء الله تقدروا تعملوا ماك فلتر، يعني تقدروا تحددوا عدد المستخدمين اللي هم يقدروا يدخلوا وياخدوا واي فاي، وتخرجوا الباقي. يعني لو حد معاه الباسورد ما يقدرش ياخد نت لما انت تديله الاذن. وبرضه في نفس الوقت لو انت عايز تدخل واحد اتنين خمس اشخاص بس يقدروا ياخدوا نت، واي حد معاه الباسورد تاني يدخل يقول له تم رفض الشبكه، او ما رضاش يخليه ياخد نت رغم ان هو معاه الباسورد، ولكن انا بمزاجي انا هخليك تدخل، او بمزاجي انا هخليك تخرج. تمام. طيب دلوقتي احنا هنتكلم عن الراوتر زي ما قلنا كده دي اس ال 245 جي اي. تمام. اول حاجه تفتح المتصفح بتاعك. طبعا ملحوظه، الراوتر ده كان عند حد زميلي او صاحبي، تمام، كان واخده، فانا جبته منه النهارده بناء على ناس كلموني على التليجرام، وبرده في قسم التعليقات في القناتين. انا عندي قناتين طبعا بتكلم فيهم، بعمل فيديو هنا وبعمل فيديو هناك برضو. تمام. ولكن خلينا بقى نبدا على طول الفيديو. تمام. اول حاجه تفتح المتصفح تكتب 192.168.1.1.1 وهتقول انتر. هيبدا يفتح معاك بالشكل ده كده. طبعا هنا بيطلب منك يوزر وباسورد. اليوزر والباسورد هتلاقيهم في ظهر الراوتر. طبعا الراوتر اللي احنا بنتكلم عليه دي اس ال 245 جي اي، طبعا الراوتر بيكون قاعد، فالراوتر هترفعه كده هتلاقي فيه اليوزر نيم والباسورد. طبعا لو انت شركه اتصالات فاليوزر نيم والباسورد هتلاقيهم اليوزر نيم يوزر، والباسورد هتلاقيه اي تي اي اس. تمام. هنكتبهم ونرجع لكم تاني. بعد ما كتبنا اليوزر نيم والباسورد اللي هم في ظهر الراوتر او تحت الراوتر، هنبدا نقول لوج ان. هيبدا يفتح معانا بالشكل كده، هقول له كانسل على طول. يعني بعد كده يا شباب هدخل هنا على سيتنجز واجيب وايرلس، وهاجي هنا طبعا هكتب الباسورد، خليه من 1 ل9 واقول سيف. كده انا خليته من 1 ل9 ونقول سيف. طبعا هياخد 47 ثانيه ويحفظ الباسورد ده. تمام. طبعا انا بعمل الخطوه ديت عشان بس اكون عارف الباسورد، يكون سهل لما اجي ادخل من خلال الموبايل بتاعي، بحيث ان انا اقدر اوريك ازاي تعمل الماك فلتر، سواء بلاك ليست، سواء بلاك ليست او وايت ليست. معلش سامحوني، الواحد جاي من الشغل يعني فاصل مش مجمع بصراحه، يعني كويس ان انا بعمل الفيديو ده والله. طيب ادينا منتظرين اهو، هنقول اوكي. تمام كده الباسورد اتغير معانا. طيب انا بقى عايز احدد المستخدمين، اخلي واحد بس اللي يكون معايا على الشبكه، يعني احدد المستخدمين، اخلي شخص اتنين تلاتة خمس اشخاص بس هم اللي يكونوا متصلين بالواي فاي، واي حد معاه الباسورد يقول له تم رفض الوصول او تم رفض الشبكه، او ما رضاش يدخله عامه رغم ان معاه الباسورد. نعمل ايه بقى عشان نقدر نحدد عدد المتصلين او المستخدمين؟ هنيجي عند الخيار ده كده وهنختار حاجه اسمها اي بي ماك، هنضغط عليها. تمام. هنا طبعا هتلاقيها مش مفعله عندك. تمام. مش مفعله عندك ليه؟ لان اي حد هتديله الباسورد بتاع الواي فاي بتاعك هيقدر يتصل بالراوتر مباشر على طول، ما فيش اي عقبات، ما فيش تقايد، ما فيش حاجه هتأيده خالص. هيبدا يدخل في الواي فاي على طول، هيقدر يتصل بالراوتر بسرعه ويقدر يسحب نت عادي. تمام. طيب انا عشان افعل تمام اللي هو الماك فلتر، تمام، هبدا اضغط على الخيار ده، هيبدا يفتح معايا بالشكل كده. طبعا هنا جايب لي وايت ليست وبلاك ليست. ايه هو الوايت ليست والبلاك ليست؟ الوايت ليست اي حد هضيفه في الوايت ليست اللي هي القائمه البيضاء، ان اي حد هضيفه في القائمه البيضاء زي ما قلت لك كده هو ده اللي هياخد نت بس. تمام. يعني انا مثلا مدي لخمس اشخاص الباسورد بتاعي، تمام، في ثلاثه منهم ضفتهم في القائمه البيضاء، الثلاثه دول هم اللي هياخدوا نت. تمام. طب والاثنين التانيين مش هياخدوا نت، لازم ادخلهم في القائمه البيضاء عشان ياخدوا نت، رغم ان هم معاهم الباسورد بس هو مش هيقدر يدخل الا لما لازم ادخله في القائمه البيضاء. ليه؟ لان انا مش حاطه في القائمه البيضاء. القائمه البيضاء ديت اي حد موجود فيها هو اللي بياخد نت، اي حد معاه الباسورد مش هيقدر ياخد نت. تمام. طيب ايه هي بقى البلاك ليست؟ البلاك ليست هنعمل لها حسن كده،
تمام. البلاك ليست هنا بيقول لك اي حد انت هتحطه في البلاك ليست في قائمه الحظر هو ده اللي هيتحذر بس. يعني انا مثلا معايا 5 اشخاص، ال5 اشخاص دول انا حطيتهم في البلاك ليست كلهم، حطيت ال5 في البلاك ليست، فاللي اتحطوا في البلاك ليست دول عمرهم ما يقدروا ياخدوا نت. اي حد تاني هديله الباسورد بتاعه هيتصل، انما ال5 اللي موجودين هنا مش هيقدروا ياخدوا نت. واي حد جديد اديله الباسورد وحابب اللي انا احذره هبدا احطه في البلاك ليست، هيتحذر معاهم ومش هيقدر ياخد نت. تمام. طيب اديني كده فهمتكم ايه هي الوايت ليست والبلاك ليست. تمام. طيب خلينا ندخل على الوايت ليست الاول. هضغط على الوايت ليست بالشكل ده كده. تمام. طيب انا فعلت الخيار بتاع الوايت ليست. انا زي ما قلت لك كده مع ال5 هضيف مثلا منهم ال3 هم اللي ياخدوا نت، والاثنين التانيين انا مش هضيفهم، عشان كده انا مش هخليهم ياخدوا نت ولا يقدروا يدخلوا على الشبكه بتاع الواي فاي بتاعتي. طيب انا هعمل ايه؟ كل اللي عليا هاجي عند ماك فلتر، هضغط على ماك فلتر. تمام. بعد ما دخلت على ماك فلتر لازم افعلها، اقول لها انيبل عشان تتفعل معايا. كده اتفعلت معايا الماك فلتر. طيب انا دلوقتي عايز اضيف بقى الماك ادرس او رقم التصنيع بتاع الموبايل اللي انا مش هخليه ياخد نت. يعني هنقول مثلا في جهاز او جهازين شغالين لاقطين في الواي فاي بتاعي. تمام. فالجهازين دول طبيعي هلاقي الماك ادرس بتاعهم دلوقتي. طب هنجيبهم ازاي الماك ادرس بتاعه؟ هنبدا نقول اديت. تمام. ضغطت على اديت، طبعا هو جاب لي ماك ادرس واحد. ليه؟ لان هو جهاز واحد بس اللي متصل حاليا بالواي فاي. طيب انا عايز دلوقتي ادخل جهاز تاني في الواي فاي، فانا همسك الموبايل بتاعي وهبدا اتصل بالشبكه عشان الماك ادرس بتاعي دلوقتي يظهر هنا، لاني انا هكون متصل بشبكه الواي فاي. تمام. فانا بالتالي هعمل ايه؟ هدخل دلوقتي على الواي فاي اهو. تمام. وهبدا افتح شبكه الواي فاي. انا فتحت الموبايل بتاعي على شبكه الواي فاي دلوقتي، يعني انا اتصلت بالراوتر دلوقتي. تمام. طبعا زي ما انتم شايفين كده الماك ادرس بس واحد اللي ظاهر اللي هو متصل. طيب انا دلوقتي هيظهر ماك ادرس تاني، يبقى يكون 2 متصلين بالواي فاي، هيكون 2 متصلين بالواي فاي. تمام. طيب انا لو ضغطت كده مفيش حاجه. طب انا هعمل ريفرش. بعد ما عملت طبعا ريفرش يا شباب هو خرج، وبدات ان انا اكتب اليوزر نيم والباسورد تاني وادخل على الصفحه. تمام. طيب انا دلوقتي في جهازين معاهم زي ما انتم شايفين، الجهازين دول متصلين بالواي فاي. تمام. انا هخلي جهاز ياخد نت والجهاز التاني مش هيقدر ياخد نت. يعني مثلا ممكن اخلي الجهاز ده هو اللي هياخد نت. طيب الجهاز ده خلاص انا كتبت الماك ادرس بتاعه ورقم التصنيع. تمام. هبدا اجي هنا وهسميه مثلا اسم، اخليه مثلا دي اف اللي هو تسميه الموبايل او الحاجه اللي لاقطه مني واي فاي. تمام. بعد ما كتبت كده هقول له ابلاي. هيبدا 5 ثواني ويعد، وبعد كده هيبدا يحفظ لي ان هو خلاص كده الجهاز ده بالفعل هتلاقيه هنا موجود اهو، هو الوحيد اللي هياخد نت. طيب الجهاز الثاني مش متضاف فكده مش هياخد نت. طب انا عايز اخلي الجهاز الثاني ياخد نت، هبدا اضغط على اديت. تمام. واروح داخل بالشكل ده كده. تمام. واقول له اوكي، وهبدا اكتب مثلا اسم الجهاز ري اي مثلا ار اي، طبعا عشان الجهاز بتاعي ريلمي فكتبت ار اي. تمام. وهبدا اقول له ابلاي. فكده انا خليت الجهازين دول يقدروا ياخدوا نت، اي حد تاني مع الباسورد مش هيقدر ياخد نت. تمام. لو انتوا لاحظتوا دلوقتي هتلاقي اهو مكتوب الاسم بتاع الجهاز دي اف والماك ادرس بتاعه اللي هو رقم التصنيع وار اي ورقم التصنيع بتاعه اهو، بعد كده انيبل مفتوح. تمام. هنا طبعا معمول عليه الوايت ليست، يعني الاثنين دول هم اللي هياخدوا نت بس، اي حد معاه الباسورد مش هيقدر ياخد نت. طيب انا عايز بقى اخلي الاثنين دول احطهم في البلاك ليست، هعمل كده واقول حسنا كده خليت الجهازين دول محظورين في البلاك ليست، يعني انا حظرتهم في البلاك ليست كده الاثنين دول مش هيقدروا ياخدوا نت خالص، ولو اي حد اديته الباسورد هيقدر يتصل بالواي فاي، لكن الاثنين دول مش هيقدروا يتصلوا لان عملت لهم حظر. طيب لو انا خليتها وايت ليست برضو تاني، الاثنين بقى اللي في الوايت ليست دول رجعتهم تاني هم دول اللي هياخدوا نت، واي حد معاه الباسورد مش هيقدر ياخد نت الا لازم اضيفه هنا في الماك ادرس. تمام. طب اضيفه ازاي؟ هتبدا تضغط على اديت. تمام. وهتبدا تنزل بالسهم كده هتلاقي كل الماك ادرس او ارقام التصنيع اللي موجوده عندك متصله بالواي فاي موجوده، تقدر تحدد رقم تصنيع او الماك ادرس وتقدر تكتب اسم اللي انت تعرفه بيه، اسم التليفون بتاعه ايا كان، بعد كده تقول له ابلاي هيبدا يحفظ معاك عادي وهيبدا يظهر معاك بالشكل كده. تمام. طيب انا بعد كده حبيت الغي بقى الماك فلتر خالص، هبدا اعمل كده خلاص كده اي حد هتديله الباسورد بتاع الواي فاي هيقدر يتصل بالواي فاي بتاعتك. تمام. طيب انا عايز افعل خيار تاني عشان احددهم، هضغط كده وهتلاقيهم متفعلين عندك خلاص، الاثنين دول هم اللي هياخدوا نت عشان في الوايت ليست. تمام. طيب الاثنين دول انا عايز احذفهم واحدد عليهم كده
كده واحذفهم خالص، يبقى انا كده مش ضايف حد في البلاك ليست ولا الوايت ليست. تمام، هيبقى يتحذفوا دلوقتي تلقائي اهو، لو لاحظت دلوقتي اتحذف. تمام، اتمنى اكون وصلت لك المعلومه بشكل سليم. لو عجبك الفيديو لا تنسى الاشتراك في القناه وتفعل زر الجرس على الكل، واشوفك في فيديو جديد. السلام عليكم.